Ortakları geliştirmek için çalışıyor, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun yaptığımız ticaretimizi bir kulluk vazifesi ve ibadet olarak yapmayı bizlere, hepimize nasip etsin. Tüm ekiplerimizle yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yaparak Hollanda, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Çin, Japonya, İsviçre, İspanya'da bazı firmalarla birlikte proje müdürlüğü ve yöneticilik görevleri. Yakın zamanda faaliyete giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Japon ve Türk ortak girişim firma ile yaptığı. Projelerin tamamlanma ve işletmeye alma süreçlerini takip eder. İşletme kapsamında olan tesislerin işletme ve bakım onarım süreçlerinin yönetilmesi istihdamları oluşturacağız ama daha önemlisi biz uzman firmalarla, yani network'ümüzdeki firmalarla birlikte çalışacağız. Bütün yukarıda saydığım faaliyetleri biz birlikte yürüteceğiz. Mali'de bir ticaret ağı vardı. O ticaret ağına girdim ve ilk o uğraşımla 80 euro harcadım. O sırada şöyle ve sizler muhacir insan olarak bu muhacir kardeşlerimizi kucaklayıp onların şehitlerini anmak ve geride bıraktıkları ailelerini sahiplenmekle ilgili insanlık vazifesi yapıyor muyuz genel olarak? Bugün Gazze ve Batı yakında yaralı kardeşlerimizin sayısı 100.000'i aşmış durumda. Biz bu kardeşlerimizin yanında durup onlara destek olmamız, onları desteklememiz ve onlarla tutmamız gerekiyor. Gazze وقعت تحت الحصار منذ عام 2000. محمد إبرير رئيس منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري التركي بإسطنبول. تشرفنا بحضورنا معكم في هذا الملتقى الاقتصادي لجمعية حكسيات بديار بكر. في الحقيقة هذا الملتقى كان ملتقى مهم وتعرفنا على الكثير من رجالات الأعمال الذين نتشارك معهم في الأفكار وفي الأهداف وأيضا في إن شاء الله سوف تكون شراكة بيننا وبينهم بإذن الله. وفي هذا الإطار نحن نحضر لملتقى اقتصادي يجمع رجالات الأعمال الجزائريين والأتراك في شهر نوفمبر، في 23 نوفمبر ابتداء 23 نوفمبر بفندق كايا ببيلك دوزو بإسطنبول. سوف يجمع الكثير من رجالات الأعمال والبزنس رجالات الأعمال الجزائريين وأكثر من 13 جمعية اقتصادية مهمة ومنظمة اقتصادية، وكذلك من الجانب التركي شخصيات مهمة ورجالات أعمال. الهدف من هذا المؤتمر ومن هذا اللقاء هو تشبيك العلاقات وربط العلاقات من أجل شراكة مستدامة واستراتيجية مع تركيا، بين الجزائر وتركيا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس محمد طبالجة، رئيس مجلس الإدارة بتجمع المهندسين السوريين في تركيا. نحن تجمع بضم أكثر من 1050 مهندس في مختلف اختصاصات المدني والإنشائي والعمارة والمعلوماتية والكهرباء والميكانيك، مقيمين في تركيا منذ ما يقارب ال10 سنوات. أعضائنا متوزعين على الجغرافيا التركية وأيضا خارج الجغرافيا التركية في دول الخليج العربي بالذات. نعمل على تطوير العلاقات مع المنظمات النظيرة وأهمها منظمة حكسيات، وبناء جزء من هيدي عملية التطوير جزء من العلاقات والعمل، وبالإضافة لموضوع العلاقات الاجتماعية اللي هي الرابط الرئيسي بيننا كأخوة عرب وأتراك ومسلمين تجمعنا هيدي الجغرافيا بشكل عام. نتمنى لكم التوفيق بهذا المؤتمر اللي عملتوه، ولقاء جدا صار فعال، ونحن سعيدين بقدرة منظمة حكسيات على اختراق السوق الافريقي والسوق الاسيوي سواء في افغانستان او اي دول اخرى، وتمنياتنا لهم بالتوفيق في كل المسارات، ونتطلع ان شاء الله لتعاون مستقبلي معهم ايضا في مجال المشاريع ومجال الانظمه والابتكار مثل ما تحدث عنها البروفيسور. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أحمد حسن، مشارك المؤتمر جاي من أديس أبابا إثيوبيا. في الحقيقة أنا أثمن الدور التركي في الاقتصاد في العالم وتنمية القارة الإفريقية بشكل خاص، لكن الشيء الملاحظ الذي أريد حقيقة أن أتحدث عنه هو أن الدولة التركية استثمرت مليارات الدولارات في مختلف القطاعات
في القطاع الصحي، في قطاع التجاري، في إنشاء مصانع قوية. وهذه المصانع والمستشفيات كان الناس يأتون إليها غالبيتهم من إفريقيا، ولكن بسبب صعوبة الحصول على التأشيرات أنا أرى أن هناك تأثير سلبي كبير جدا للاقتصاد التركي في هذا الوقت وفي المستقبل القريب، أنه إذا لم تتغير سياسة التشديد على التأشيرات أن هذا يعتبر خسارة كبيرة بالنسبة للبلد. فأرى أن معظم هؤلاء في إفريقيا حاليا الذين كانوا يأتون بالعلاج أو لسبب طلب زيارة المستشفيات الكبيرة أو القطاع الصحي في تركيا تحولوا كليا إما إلى الهند أو إلى تايلاند. وكذلك أيضا التجار، مع أنهم عندهم أعمال كبيرة وشركات مرتبطين بها، فما يستطيعون بسبب التعقيدات الكبيرة الموجودة في السفارات التركية في الخارج. ولهذا حقيقة أنا أتمنى أن يسمع المسؤولون عن هذه البلد، ونحن نحب الخير لهذا البلد ونريد أن تستمر العلاقات الإفريقية التركية بالشكل المطلوب وأن يستفيد الطرفان. وتركيا كما تعرفون بذلت جهود كبيرة لإقامة علاقات قوية مع القارة السمراء، قارة إفريقيا، وكونت أيضا شراكات استراتيجية وأقيمت مؤتمرات قوية سواء داخل إفريقيا أو في تركيا من أجل توثيق هذه العلاقة. كل هذه الجهود التي بذلت سابقا تنهار في الوقت الحالي بسبب صعوبة الحصول على التأشيرات التجارية أو تأشيرات الزيارة بالنسبة لهذا البلد. ولهذا كل أملي أن يعاد النظر في هذه النقطة وأن تعمل تسهيلات كبيرة للتجار والقادمين لغرض العلاج. جزاكم الله خير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Nabiyu Nasru. I came from Ethiopia to participate on the Haksiad annual program. And on this program I came to share the experience of Haksiad to my community, my business community, as well as to share my experience to the Haksiad group. Hopefully we have the same type of characteristics in the organization. So in the future we'll contribute and work together for our both communities. Thank you very much. السلام عليكم. أنا محمد أبو الفتوح من جمعية إبياد لرجال الأعمال بإسطنبول، صاحب شركة الأصيل لتجارة وتأجير السيارات. بصراحة أشكر جمعية حق سياد على المجهود الضخم المبذول. أنا منذ 3 سنوات وأنا مشترك مع جمعية حق سياد. ما شاء الله التطور مستمر، وعدد رجال الأعمال المشاركين دائما في ازدياد. إن شاء الله من تقدم لتقدم، ونتمنى لكم إن شاء الله أن يكون التقدم أكبر، وجزاكم الله خير. شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Muhammed Humeykani, doktorum. Ben tıp doktoruyum. Fakat Türkiye'ye geldiğimizde ben yatırım için birkaç arkadaşla beraber bazı işler burada yaptık. Onlardan birisi kimya alanında bir fabrika kuruyoruz beraberce. İnşallah biz Türkiye için bizim için bir vatanımız, Yemen'den farkı yok bizim için. İkisi sağ gözümüz, sol gözümüz. Onu güçlendirecek herhangi bir şey elimizden gelirse biz hazırız her zaman. Bütün Türkiye halkına nasıl bize destekte bulundular, biz de onlara onun karşılığı bir destekten inşallah bulunuruz. Şu anda biz Haksiyad'ın bir iş adamlarının bulunmasıyla ilgili buraya katıldık ve onların yaptığı işler yakından takip etmek istedik ve sevindik. Gerçekten onlar ümmetin menfaati için çalışan ve gerçekten çaba gösteren bir dernektir ve onunla beraber bu katıldığımız günlerde çok sevindik. Umarımız bütün millet, bütün ümmetimiz bu dönemde birliğe ve beraberliğe çok ihtiyacı var ve onun için bunların bu prensipler ve ilkeler üzerinde çok durdukları için çok sevindik ve çok yakından gördük. Biz temenni ediyoruz Allah'ın izniyle bu ümmet tekrar Peygamber Aleyhisselam ve dinimiz emrettiği gibi hak ettiği makama ve makana inşallah Teala tekrar kalkar.
Teşekkür ederim herkese. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Asam Yusuf, منسق عام قافلة أميال من الابتسامات. الحمد لله نحن حضرنا هذا المؤتمر ورأينا تجمع، هذا تجمع إيجابي، وحضور مثل هؤلاء التجار يعطي إيجابية في النظرة إلى دور هؤلاء في بناء المجتمع وبناء الدولة وبناء مكونات المجتمع في تركيا، وإن شاء الله تعالى يتم هذا وتكون له نتائج إيجابية أكثر، وإن شاء الله تعالى يكون لنا مشاركة في مثل هذه المؤتمرات في السنوات القادمة. ونقول لكم كما قلنا في السابق بالأمس أن فلسطين أمانة لديكم، وإن شاء الله تعالى نقف سوية لنصرة أهلها وشعبها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا في أنقرة اليوم في المؤتمر حق السياد، المؤتمر اقتصادي لرجال الأعمال. نشكر القائمين عليه بإتاحة الفرصة للناس جميعا والمشتركين، وأدعو ناس تجار من الالتحاق بهذا المؤتمرات في الأيام القادمة للمشاركة وللاستفادة من التجارة داخل تركيا من المؤسسات والشركات والدول العربية. شكرا لحق اقتصاد على إتاحة الفرصة للمشاركة معهم. خالد يوسف، أميال من الابتسامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد. اسمي عمرو إبراهيم، عضو بجمعية إبياد للتخطيط الاقتصادي في اسطنبول. يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لجمعية الحق لرجال الأعمال والصناعيين حق السيادة على دعوتها الكريمة، حيث تشرفت بتمثيل جمعية إبياد في هذا الملتقى المبارك. الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة الأعضاء على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر القيم الذي أتاح لنا فرصة ثمينة للتعرف على عدد كبير من المصانع والشركات في مجالات مختلفة. كما أود أن أشكر القائمين على المؤتمر على توفيرهم لنا فرصة التواصل وتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية. كل الشكر والتقدير. عمرو إبراهيم. Je suis M. Berté Adama, je suis un opérateur économique du Mali. J'ai été invité par les opérateurs économiques turcs pour venir participer à la conférence des investisseurs turcs. Donc je suis au Mali, j'ai plusieurs entreprises. Ma première entreprise, c'est la nouvelle technologie africaine. Il y a une deuxième entreprise qui s'appelle Ecoferm, où c'est de l'agro-business, et il y a une troisième, je suis dans les mines. J'ai un permis d'exploitation de l'or. Donc cette invitation a été, cette conférence des investisseurs, j'ai eu à connaître pas mal de gens, beaucoup de courtoisie, et ce n'est que de saluer de l'esprit de ce genre et que ça puisse être divulgué au moment. J'espère que la prochaine fois, il y aura plus de Maliens dans cette conférence. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد شیراوند هستم، نماینده حقسیت تو ایران. عرضم به حضورتون که وظیفه من اینه که تجار ایرانی و تجار ترکیه‌ای تا جایی که از دستم برمیاد بتونم با هم دیگه وصلشون کنم که بتونن تجارت خوبی انجام بدن، هم از لحاظ اعتماد سازی، هم از لحاظ پیگیری کارها. این کمک رو بهشون میکنم، کارهاشون رو کمک پیگیری کارهای تجار ترکیه تو ایران انجام میدم و اگه بتونم پیگیری کارهای تجار ایرانی رو توی ترکیه که بتونن با امید خدا تجارت خوبی با هم داشته باشن و سود خوب داشته باشن. الحمدلله حقسیت یه زمینه‌ای رو فراهم کرده که بتونن این تجار مسلمون و مؤمن بتونن با هم تجارت خوبی داشته باشن و سود خوبی داشته باشن برای خودشون و انشالله امت اسلامی. در امان خدا باشید. Ashab öfkelenip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan mutluluk duyar. Neden ki o mübarek zatlarından şu ifadeler duydu.